على بالك باللي عندك اللعنه تاع الرسول عليه الصلاه والسلام، باللي هنا عليك الرسول. انت كتعرف الرسول عليه الصلاه والسلام؟ انا ما نعرفوش. هو هذا هو الفرق بيني وبينك. تقدر تقول لنا الحوايج اللي ما همش مليح في بلادك؟ هو انه ربي سبحانه وتعالى حطانا واحد الجيران كنصب ليله مساء تنقولوا يخ. هو بغيت نسقسيك، لقيت المراه تزوج بك ولا مازال؟ الا عندك شي اخت تزوجها ليا مرحبا. تفضل. على ما تهضرش على الملك نتاعك. والله يعطيك الاعاقه انت. هادشي اللي غنقول لك خويا. شفتو مع من نتوما يا خوتي؟ هذا وصل سيدنا ياك، وصل سيدنا. ها هذا بحال هذا، وربما هذا الحيوان حسن من هذا اللي كان هنا. يا ودي راه عطيتيه دابا راه غتشهيه، هذا راه تياكلوه. تشهي ليا في عباد الله في الليل. هو راه صوته بحاله وهو في نفس الوقت راجل مو وكياكلو دقه وحده. علي شمس الدين، هذا راه من دوك الناس اللي تيقولوا ما حكم اكل الحمير في الجزائر. سمعني من عندهم شيخ شمس الدين في الجزائر. هي ضروري، هي مرحبا. هي الاول سائل يقول ما حكم اكل لحم الحمير؟ لحم الحمير أنا جاوبت عليها. إن الله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها والزينة. هذه هي، ما إيش لتأكلوها، لتركبوها. سمعتي يا خويا؟ راه قلنا لك ركب عليها ما تاكلهاش. الاعلام الجزائري والشيوخ في الجزائر هذا خاص. لا ما غنجاوبوش، غنقولوا له اسمع الشيخ الجزائري حافظ لكتاب الله اش قال. انا مربي ما نسب ما نعاير. لا انت ما تعايرش، نخليو الموالين والبلاد يجاوبوا. نعاونوا ام عازبه باش ما تزيدش تغلط، باش ما تزيدش تجيب طفل واحد اخر في الحرام. ولكن الامهات في البيوت شكون يحميهم؟ لما تفتحوا 8000 بيت دعاء غير في العاصمه، 8000 في الحرام، ولكن الامهات في البيوت شكون يحميهم؟ لما تفتحوا 8000 بيت دعاء. بركه خويا، بركه خويا. ما تبقاوش واش هادشي كدوزوه في التلفازه عندكم اخوتي في الجزائر بيني وبينكم؟ واش دابا هادشي كيدوز عندكم هذا هو الواقع؟ ولكن ما يمكنش انا هادشي واخا يكون نخبيو شويه وتطلعوا حتى هاد الشيوخ بحال هكذا في التلفازه الجزائريه. تبقى دابا انت غادي تدخل الشكل عباد الله، كبر ديك الصوره باش يشوفوا غير فين. وريهم القناه، وريهم القناه. هي بركه اسم القناه. قناه النهار شنو؟ ها في بركه. انا ما قلت والو، انا اللي هدر غير لقى الجواب. خليك في الترانات، خويا. السلام عليكم. السلام عليكم. تحياتي خويا، مرحبا بك خويا. واش راك رضوان لاباس؟ لاباس سيدي، مرحبا خويا. مرحبا خويا، احنا مع بلادنا مليحه ولا ماشي مليحه؟ انا متفق معك، مزيان تكون مع بلادك. انا بغيت غير يعطيك الصحه، يعطيك الصحه. وانت اسكو راك مع بلادك مليحه ولا ماشي مليحه؟ انا مع بلادي مليحه دائما الحمد لله. وكي تعود ماشي مليحه راك معاها؟ بيان سور، انا بيان سور نكون مع بلادي ماشي مليحه. تقدر تقول لنا الحوايج اللي ما همش مليح في بلادك؟ هو انه ربي سبحانه وتعالى حطانا واحد الجيران كنصب ليله مساء تنقولوا يخ. على بالك كاين واحد الحديث تاع الرسول يقول فيه الفتنه نائمه ولعن الله من ايقظها. متفق معك اخويا. على بالك باللي عندك اللعنه تاع الرسول عليه الصلاه والسلام، باللي هنا عليك الرسول. انت كتعرف الرسول عليه الصلاه والسلام؟ انا ما نعرفوش. هو هذا هو الفرق بيني وبينك. مات. وش هو اللي حاجه اللي نعرفها انايا؟ نعرفها باللي راك ملعون من عند الرسول عليه الصلاه والسلام. انت ما كتعرفش الرسول، قلتيها بفمك امام 2000 البشر. حكم عليك غير فمك، انا ما نحكمش عليك. بارك عليك غير انت اش خرجتي من فمك. وحنا الكفار اش كنقولوا لهم اخي التراث؟ حسابه عند ربي ولعنه الله وعليك الى يوم الدين. واش انت ما كتعرفش الرسول وكتهضر على الفتنه؟ بفمك كتعترف، بفمك خرجتي على المله، بفمك خرج عليك فمك وخرجك من المله.
انا ما غنقولكش تبون دار الحدود، تبون دار الفيزا، تبون كيسبنا ليله نهار، داكشي ديالكم. شكون هي الحاجه اللي قلت له دابا اخويا رضوان الله يجازيك بخير؟ شكون هي الحاجه اللي قلتي ما عجباناش؟ شنو هي اننا شنو؟ هو انه قال لي شنو اللي ما عجباتك، الحاجه اللي ضرك، قلت له عطاني الله جار بحالك. أن يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. انا ما قلت والو، ما قلت والو. انا قلت شي حاجه؟ انا اللي تكلمت دابا؟ انا الحاجه اللي ما رضيتش عليها ولكن حكم الله غنقبل به هو انه عطاني الله جار مشرك بالله، كيدخل المسيح للجامع بصبابطهم، ايمانويل ماكرون. مشرك بالله كيدخل الشيعة للمسجد ديال السنة بين قوسين في الجزائر العاصمة. جار يختطف الجثث 6 شهور ومختطف ولا 5 شهور مختطف جثة. جار كيضرب الناس وكيعذب الناس في السجون عنده، وانتم شفتوا الصنابي. جار طرد 350 ألف ديال المواطنين المسلمين المغاربة والأمهات الحوامل وشردهم بالمناسبة نهار العيد الكبير عيد الأضحى. جار يختطف إلى حدود الساعة اليوم الآلاف من ديال المغاربة في تندوف. جار اللي شد وعذب الآلاف ديال الجنود المغاربة في تما. غنزيد أكثر من هذا الشيء. جار اللي قطع الحدود على المسلمين وهما غاديين يأديو ركن من أركان الإسلام، فريضة وفرض على واحد إنسانة كبيرة ورجل كبير غاديين في موسم الحج، فرض عليهم يديروا الرومبوان. جار اللي قطع الأرحام وهي من الكبائر. جار اللي كيسبني ليل نهار في الإعلام ديالو. جار اللي رئيس الأركان كيلعبني بالعدو الكلاسيكي. جار القنوات ديالو كيقول لك ما خلاو ما قالوا فينا في ليله 27 في العيد. جار اللي ولادو ها هما اليوم في جميع مواقع التواصل الاجتماعي كيسبوا المغاربه ويسبوا الملك ديالهم. وشنو هذا الشيء؟ انا الا كنت كان حاجه وحده كنقول يا ربي هي هذا الجار اللي عطاني الله، هذه ما ندير لكم. الله يجعلها مغفره الذنوب. ارى لي يا خويا رضوان نشوفوا هذا ماشي حرام هذا الشيء. شو المنكر دخلت عليك غير بالله. انت شوف باش داخل. شوف ضيف الجزائر بمختلف المرافق التابعة للجامع يتوقف اش لابس؟ مطولا عند القاعة الكبرى بمختلف المرافق هو بصباط وانا كذبت عليك. كاين شي مسلم كيديرها، كاين شي مسلم اللي ما عارفش فين القبلجات هنا ولا هنا كيصني لجهه الصبليون. مع الاول كيفاش كنتوا تصلوا؟ نصليو كيما المسجد مبني عامين وحنا نصليو لاسبانيا. الله يجعل ربي بلع فمك انت، برك بلع فمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك سيدي. مرحبا. الله يسلمك. رضوان بغيت نسقسيك، لقيت المرأة تزوج بك ولا مازال؟ إلا عندك شي أخت تزوجها ليا مرحبا. لا انا منيتي لقيت وحده تزوج بك ولا مازال ما لقيت؟ إلا لقيتي عندك شي أختك بغيتي تزوجها راه نتزوج بها. مرحبا بك. انا نظن بلي عندك غتلقى عليك صعوبة في الزواج على بالك. ما إلا عندك أختك. لا انا معاك. انا عندي غير تراريس، بغيت الراس نسلك الراس. لا ما كنتزوجش بالدراري اخويا. تحياتي حبيبي، تحياتي. داك الشيء عندكم نتوما في الجزائر، ولكن الا عندك شي اخت مرحبا. انا قامه ما نقولش لا، ما غنلقاش احسن من الجزائر والجزائريه. الدراري لا اخويا، لا خاطيني انا. لا عاد بالله من الشيطان الرجيم. ياك ما كيفاش الدراري؟ عاد بالله من الشيطان الرجيم. يا اختك كانت جالسه في الدار، بنتك ما عندكش اختك، راه بنتك الدنيا هانيه، مالنا حناش خاسرين. او سويفون. تحياتي. شتو غنعري التربيه الجزائريه. هنا غنوريكم نتوما تربيتكم كي دايره كاملين. احنا دابا كنكتشفوا. انا هنا من اجل تعريه الواقع الجزائري. من سبك ما نعايرك. غنوريك الواقع ونكتشفوه كاملين. وهاد الفيديوهات كيتبارطاجاو وليبيا كيعرفوا، موريتانيا كيعرفوا، والخوت كيترجموا بالسبليونيه وبالفرنساويه، والتوانسه كيعرفوا، والاماراتيين كيعرفوا، المصريين
والعالم تيعرف تربيه المواطن الجزائري، السوريين، المصريين، الليبيين، الموريتانيين، الدول العربيه كلها، اوروبا، مشيتوا للكوت ديفوار ما شاء الله دوزوكم في التلفازه الايفواري، دوزوكم في التلفازه الايفواريه، شدوه فوطيل دخل هز بزطام ديال قنصله مغربيه. كاين شي اكثر من هذا الشيء؟ تحياتي اختي امينه. حنا هنا من اجل تعريه الواقع لكي يعلم الناس مع من حشرنا الله في الجوار. عاود لي رضوان شنو كنت كتقول دابا على اخت هذا كيفاش يجوج لك اختو؟ وانا قال لي بسميتو قلت له الا عندك شي اخت ايوا تحمل مسؤوليتك. سمع اش قال شمس الدين باش تتعلم مره اخرى تعاود تقول لي تزوج منه. كنتوا تصدقوا بلي يجي نهار على الجزائر عدد الولادات من الحلال في السنة 75,000 وعدد الولادات من الزنا 80,000. هاك على وجهك. يلا عاود مره اخرى. انا راه ما تنقول والو، هذا شيخكم. شمس الدين بغيت نوري لك الصوره. هي وريني الصوت والصوره من القناه باش انا ما قلت والو. ما تقول انا ما كنقولش، هذا ديالكم، ها هو من التلفازه ديالكم، انا ما قلت والو، انا نسكت. النهار انت يا مجاهدات يعني وكنتوا المجاهدين وطعمتوهم. كنتوا تصدقوا بلي يجي نهار على الجزائر عدد الولادات من الحلال في السنة 75,000 وعدد الولادات من الزنا 80,000. واش ها هو اللي خرط؟ عمري قلت لكم انا هاد الهضره انا ما نقولهاش. انا نسمعك الجزائري الشيخ علامه في قناه جزائريه. انا ما نقولش حيت انا ما عنديش ارقام، هو اللي عنده ارقام. انا ما نقدرش نقول وانا ما عايش في الجزائر، هذا يعيش في الجزائر وكيدوي في قناه جزائريه، وشيخكم انتم في الجزائر وحامل لكتاب الله ويعلم الواقع الجزائري هو اللي قال. انا ما نقولش، انا ما نسبكش، انا ما نعايركش، انا غنعري غير الواقع ونوريه لك ونقول لك شوف اخويا، شوف وجهك في المرايه. غير هو ما كناش غادي نجبدوا هذا الشيء لولا انهم طلعوا سبوا بعدا. انا ما نبان والله ما نسبو، انا ما عمرك تسمعني نسبك، انا ناكلك وما نسبكش. في الزنقه الا لقيتك ناكلك زعما عادي، خويا عزيز عليا، ولكن ما نسبكش، ناكلك نعنقك بالاحضان خويا كذا. عطاونا احسن تربيه لابناء الشعب الجزائري الشقيق، الله يرحم من رباكم، حامله كتاب الله اللي كانت كتجلس في دار لالهم تقرا القران، وعطاتنا هاد الامثله ديال هاد الشباب ما شاء الله. الشباب الجزائري ماشي انت واش سميتك جزائريه هنينا، الشباب الجزائري اللي الحمد لله اليوم كتشوفوا كطلعوا كيعطيونا غير ما شاء الله، تبارك الله عليكم الاخوان. تحياتي.